أستسلم مهما حدث معي. سأتابع مسيرتي. لا، ففي قلبي عاصفة من الطموح المتوقد. سوف أدرس بجد وسأكمل دراستي وحدي كذلك العالم. سأستمد قوتي من صعوبة ظروف تعلمي، وستكون إرادتي هي المفتاح الذي سيفتح لي الأبواب المصدة في طريقي لتحقيق هدفي، وسأحققه. سأسلك هذه الطريقة الفارغة المرسومة أمامي، وسأبنيها بأحلام. إياكم أن تيأسوا، لا حياة مع اليأس أبدا، ولا يأس مع الحياة أيضا. دعوكم من الماضي، انظروا إلى المستقبل نظرة ملؤها التفاؤل. الغد قادم والمستقبل لنا. نعم إنه لنا. إذن لنتفائل، ابتسموا، الغد لنا يا أصدقاء. لكل منكم هدف في الحياة يطمح إلى تحقيقه، واجتهادكم كفيل بأن يحول الحلم من خيال إلى واقع. حياتكم أنتم تخططون لها، وبجهدكم تصلون إلى ما تطمحون. الحياة لوحة فارغة وأنتم الرسامون، وبقدر ما تتعبون برسمها وتعملون عليها بجد ستبدو لوحة أجمل. لكل منا أحلامه وطموحاته الخاصة. قد تغدو هذه الأحلام والطموحات سرابا يبتعد عنا كلما اقتربنا منه إذا استسلمنا. أنا لم أستسلم أبدا. أرجو ذلك. إياك أن يتحول حلمك إلى سراب يا ماتيو. اركض نحوه، دع ذلك الحلم يتحول إلى حقيقة. لا تيأس، فما زال هناك متسع من الوقت. إياك أن تفرط في ذلك الحلم الذي عقدت العزم على تحقيقه. سيتحقق الحلم إذا امتلكت العزيمة والإصرار. لن يتمكن كاسبر أو سواه من تحطيم حلمك إذا تسلحت بالقوة والعزم. لكل منا أحلامه وطموحاته الخاصة. قد تغدو هذه الأحلام والطموحات سرابا يبتعد عنا كلما اقتربنا منه إذا استسلمنا. لا تيأس. حلمي ألا أنسى أحلامي وأتمسك بها مهما كنت مشغولة أو كان وقتي ضيقا. حين كنت صغيرة كنت أظن أن أحلامي ستتحقق، ولكن الآن إيميلي، ثقي بنفسك. ستنجحين. إيميلي، سنحقق أحلامنا. لن نيأس يا إيميلي. لنثق بأننا سنستطيع تحقيق أحلامنا. يبدو أننا سنفترق. قضينا معا فترة قصيرة، كنت خلالها أفضل شخص تعرفت إليه في حياتي كلها. أنا سعيد جدا لأنني وجدت صديقا نبيلا مثلك يا ألفريدو. سنلتقي ثانية وستستمر صداقتنا.